هي إيه العلاقة بين السرطان وسواقة العربيات؟ وأنجلينا جولي جاية معانا النهاردة ليه؟ إيه ده؟ فهمي؟ مالك يا فهمي؟ أنا قلقان قوي من ساعة ما عرفت إن عمي اتشخص بسرطان، وأنا خايف. هو كده خلاص المرض ده هيتنقل لي؟ ممكن تردوا عليا يا دكاترة؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من كبسول كاست سمير وأسامة، اللي بنقدم فيه كبسولة في صورة بودكاست بيني أنا دكتور سمير وصديقي العزيز دكتور أسامة. أهلا بك يا دكتور أسامة. أهلا بيك يا دكتور سمير. النهاردة هنحاول نجاوب على سؤال مهم جدا من فهمي، بس بطريقة علمية وبسيطة. يلا بينا نبدأ. بص يا فهمي، زي ما قلنا قبل كده، السرطان بيحصل لما الخلايا تخرج عن السيطرة. بس إزاي بيحصل ده؟ الحكاية كلها تبدأ من الجينات. السرطان في الأساس مرض جيني، يعني بيحصل بسبب تغيرات في الجينات اللي بتتحكم في الخلية، تمشي إمتى، تنقسم إمتى، وتقف إمتى. التغيرات دي ممكن تحصل لعدة أسباب. ممكن تبقى طفرات عشوائية وقت انقسام الخلية، أو بسبب عوامل من البيئة زي تدخين، أو تكون موروثة من الأب أو الأم. طيب تعال نفهم الأول يعني إيه جين. تخيل جسمك زي مصنع، وكل خلية فيه عندها كتاب تعليمات اسمه DNA، وكل صفحة في الكتاب ده اسمها جين. كل جين بيدي أوامر للخلية تعمل إيه وإمتى. فيه جين للون العين، وجين لتجديد الجلد، وهكذا. لو الجين ده حصل فيه خلل، الخلية تبدأ تشتغل غلط، وساعتها ممكن نبدأ نتحرك في اتجاه السرطان. الجسم أصلا عنده آلية إنه يتخلص من الخلايا اللي فيها خلل، بس مع التقدم في العمر القدرة دي بتقل، وده أحد الأسباب اللي بتخلي احتمالات الإصابة بالسرطان تزيد مع السن. مش بس كده، ممكن خلايا السرطان يكون فيها خلل جيني مختلف حتى جوه نفس الورم. الجينات اللي بتتغير في السرطان بنقسمها ل3 أنواع رئيسية. تخيل الخلية كأنها عربية. عندنا في الأول جينات شبه البنزين اسمها بروتو أونكوجينز. دي بتساعد الخلايا على النمو والبقاء والقيام بوظائفها، بس لو زادت عن الطبيعي الخلية تخرج عن السيطرة. النوع الثاني ممكن نسميه جينات الفرامل، تيومر سبريسر جينز. لو حصل مشكلة في الخلية بتدي إشارة حمراء وتوقف الخلية عن الانقسام. لو اتعطلت الخلية تفضل تنقسم بجنون كأن مفيش فرامل. النوع الثالث زي الميكانيكي، DNA Repair Genes، بيصلح أي خلل في الجينات لو حصل عطلة أو مشكلة، ولو هو نفسه بايظ كل حاجة تتلخبط. نرجع لسؤال فهمي، هل السرطان مرض وراثي؟ الإجابة لا، السرطان نفسه ما بيتورثش، لكن اللي ممكن يتورث هو الخلل الجيني اللي بيرفع احتمال الإصابة، زي جينات اسمها BRCA1 و BRCA2. لو كان فيها طفرات موروثة من الآباء، فالسيدات اللي عندهم الطفرة دي بيكون عندهم احتمال أعلى للإصابة بسرطان الثدي أو المبيض. بس لو عندك الجين ده مش معناه إنك لازم يجيلك سرطان، هو بس بيزود الخطورة، وعشان كده لازم طبيب مختص في الوراثة والأورام يشرح الاحتمالات المختلفة للسيدات دول. إمتى الشخص يعمل تحليل جيني عشان يعرف هو في خطر ولا لأ؟ التحليل الجيني بيتم بعينة دم أو لعاب، وبيكشف التغيرات الوراثية. لكن مهم نقول إن مش أي حد يعمله من نفسه. الطبيب المختص هو اللي بيحدد نوع التحليل المطلوب بناء على التاريخ العائلي. في نهاية الحلقة نرجو إننا نكون أضفنا معلومة مفيدة وجاوبنا على سؤال فهمي. شكرا صديقي أسامة. شكرا صديقي سمير. ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتنا على يوتيوب وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الحلقات الجديدة، وابعتوا لنا أسئلتكم واستفساراتكم عشان نرد عليكم. نشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. شكرا على المعلومات المفيدة. أطير أنا بقى.